إليك أحدث الأخبار حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى اليوم 7 فبراير 2026. يغطي هذا ملخصاً لأبرز التطورات السياسية والدبلوماسية والعسكرية. 1. استئناف المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران. عقدت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران في مسقط سلطنة عمان، وهي أول جلسة منذ فترة طويلة في سياق التوترات، وتركز على البرنامج النووي الإيراني. إيران وصفت الجولة بأنها بداية جيدة على الرغم من أنها غير مباشرة، بينما يطلب الجانب الأمريكي شروطاً صارمة. منت. المفاوضات استمرت ليوم واحد وانتهت مع توقعات استئناف الجولة المقبلة قريباً. 2. تصريحات أمريكية وإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن هناك مفاوضات مباشرة مع إيران في تحول مهم في السياسة الأمريكية بعد سنوات من التوتر. بوابة أخبار اليوم. البيت الأبيض قال إن لدى ترامب خيارات متعددة بخلاف الدبلوماسية في التعامل مع إيران، مما يشير إلى استمرار الضغط السياسي والعسكري. بوابة مولانا. خبراء يشيرون إلى أن انعدام الثقة بين واشنطن وطهران يشكل أحد أكبر عوائق المفاوضات. اليوم السابع. 3. توترات عسكرية واحتكاكات. الولايات المتحدة أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار قرب حاملة طائرات أمريكية، ما يزيد من التوتر العسكري في المنطقة. Council on Foreign Relations. أسواق النفط شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب تلك التوترات الإقليمية. القيادي. 4. سياسة العقوبات والضغوط الاقتصادية. أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف سفن وشركات مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية في توقيت تزامن مع المحادثات. The New Arab. الضغط الاقتصادي على إيران ما زال جزءا من السياسة الأمريكية للحد من برنامجها النووي. 5. ردود فعل دولية. دول مثل العراق أبدت دعمها للمحادثات بين أمريكا وإيران، معتبرة أن الحوار يمكن أن يساهم في استقرار المنطقة. مبتدأ. الخلاصة: العلاقات الأمريكية الإيرانية في مرحلة حاسمة حاليا، مع مزيج من المفاوضات الدبلوماسية المتعثرة، العقوبات الاقتصادية، والتوترات العسكرية في المنطقة. رغم وجود بوادر لحوار جديد في مسقط، لا تزال الخلافات الأساسية بين الطرفين، خاصة حول البرنامج النووي والصواريخ، قائمة وقد تحد من إحراز تقدم سريع. إليك تحليلا أعمق لما قد يحدث مستقبلا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط، مرتكزا على التطورات الحالية وتحركات القوى الدولية والإقليمية. 1. مستقبل المفاوضات النووية والتوترات الأمريكية الإيرانية. توازن دبلوماسي هش. الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في مسقط بين طهران وواشنطن انتهت بتوافق على استمرار الحوار، لكن مع اختلاف كبير في الأجندات. طهران تريد التركيز على الملف النووي فقط، بينما ترغب واشنطن في توسيع نطاق الحوار ليشمل الصواريخ والدور الإقليمي. رغم وصف الجلسة بأنها جيدة، لا تزال الثقة ضعيفة للغاية بين الطرفين، مما يعني أن أي اتفاق نهائي قد يتأخر أو يتعثر إن لم تحل نقاط الخلاف الأساسية. النتيجة المحتملة: استمرار جولات تفاوض جديدة على مراحل، وربما اتفاقا جزئي يخص الرقابة النووية والعقوبات، لكنه ليس اتفاقا شاملا يضمن حل النزاعات المتراكمة. 2. سيناريوهات التصعيد أو التهدئة. التهدئة والسيطرة على التصعيد. بعض الخبراء الاستراتيجيين يستبعدون حربا شاملة بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، رغم التوترات الكبيرة، مشيرين إلى أن كلا الطرفين يكتفيان حاليا بمناورات سياسية ورمزية أكثر من رغبة فعلية في القتال الكامل. وجود حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط وردود طهران بأن استعدادها للدفاع سيستمر يعكس احتمال استمرار الرماية الاستعراضية للقوة بدل المواجهة المباشرة. السيناريو الأقرب: سلسلة من الحوادث العسكرية المحدودة، مثل إسقاط طائرات بدون طيار، هجمات صغيرة على المصالح، إلى آخره، دون اندلاع حرب إقليمية واسعة. التأثيرات على المنطقة: أسعار الطاقة والأسواق العالمية. كل ارتفاع في التوتر الأمريكي الإيراني يتسبب في تذبذب أسعار النفط بسبب مخاوف من تعطيل الإمدادات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادرات النفط العالمية. أسعار النفط قد تظل عالية أو متقلبة على المدى القريب. توازن القوى الإقليمية: إذا فشلت المفاوضات وتزايدت العقوبات، قد تحاول طهران زيادة نفوذها عبر أذرعها في العراق ولبنان واليمن، ما يرفع احتمالات توترات بين فصائل مسلحة وإسرائيل أو دول الخليج، وهو ما دفع جهات دولية مثل فرنسا للدعوة إلى ضبط النفس من الميليشيات المدعومة من إيران. تحولات دبلوماسية إقليمية: هناك جهود من القاهرة والرياض وأنقرة وغيرها لإيجاد توازن بين نزع فتيل التصعيد وتشجيع الحوار الإقليمي، لأن أي مواجهة كبرى سيكون لها تأثيرات اقتصادية وسياسية سلبية على دول الجوار.
التحديات الداخلية في إيران وتأثيرها الخارجي. الاقتصاد الإيراني يواجه أزمات داخلية كبيرة، تضخم، بطالة، احتجاجات شعبية، وقد يدفع هذا النظام إلى تبني سياسات أكثر حذرا في الخارج لتجنب مزيد من العزلة والعقوبات. في نفس الوقت، استمرار النظام في دعم أذرع المعارضة في المنطقة يمكن أن يرفع من احتمالات التصعيد غير المباشر عبر وكلاء في دول أخرى. الخلاصة الأساسية: المرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية الإيرانية مرشحة أن تكون مختلطة بين دبلوماسية وتوترات عسكرية اقتصادية، مع تأثيرات كبيرة على الطاقة، الاستقرار الإقليمي والتحالفات الدولية. التوصل إلى حل شامل يتطلب ثقة أكبر وتنازلات غير سهلة من الطرفين، وقد يمتد